اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن بس اكلم الشيخ؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك يا رب. هو انا دلوقتي، هو انا بابايا متوفي من حوالي 6 7 سنين. الله يرحمه. هو من بعد ما توفى انا يعني حياتي تماما اتلخبطت. يعني بعدها طبعا بعد الوفاة على طول انا تعبت، يعني تعبت جسديا واتحجزت في مستشفى وحاجات كده. وبعد ما قمت انا بقيت حياتي متلخبطة جدا. مش يعني مش عارفة اعمل اي حاجة في حياتي. شغلي مش عارفة اشوف بقول لك يا شغلي. اسراء، انت بتقولي باباكي توفى من امتى؟ حوالي 6 7 سنين. طيب انت انت دلوقتي عندك كام سنه؟ انا عندي 32 سنة. يعني كان عندك حاجه و20. اه. انت متجوزه؟ انا كنت متزوجة ومعايا ولد وبنت وحاليا متزوجة. اتطلقتي واتجوزتي تاني؟ اه. وساعه ما باباكي توفى؟ لا، ساعة ما بابايا توفى كنت انا مطلقة. طيب وانت دلوقتي ولادك فين؟ معايا. معاكي. طب انا هسالك حاجه. يعني ايه اللي خلاكي يعني يعني يوصل الحزن لدرجه ان انت تخشي مستشفى او كده؟ ليه؟ اولا هو موته كان غفله. يعني حاجه، انا كنت في شغلي واتصل بيا. يعني اللي تعبني انا نفسيا ان انا، يعني انا بشتغل تمريض وبشتغل شيفت نايت دايما بالليل. فصحيت من النوم لقيته متصل بيجي حوالي 15 16 مكالمه. هو متزوج حد تاني، فكان عند مرات بابا. يعني هو كانت عنده مراته التانيه. وصحيت فعلا كلمته، مش عارفه ايه، لقيت صوته تعبان. خلصت شغلي رحت له شفته وطمنت عليه. قعد يقول وصايا وحاجات لقيت شكله متغير. فالموت كان بطريقه في نفس اليوم بالليل هو توفى. فكان موضوع صعب عليا، ان انا ما كنتش متخيله خالص ان هيحصل كده. فالموضوع دخل معايا صدمه. صدمه. بعد الوفاه انا حياتي كلها اتلخبطت. مش عارفه اشوف حياتي. بقيت ماشيه في اتجاهات بقى الصحاب السوق اللبس. فجاه كده لقيت نفسي بقرا الفنجان. لقيت نفسي مش مبسوطه. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انا حاليا بقالي سنه او سنه ونص او سنتين، يعني في الحدود دي. انا بعيده تماما عن قرايه الفنجان. يعني تبت، والله اعلم بقى ربنا هيتقبل ولا لا. الموضوع لبسي غيرته تماما. ابتديت البس النقاب، لبست النقاب علشان ابعد عن اي حاجه ممكن يعني ايه تخليني امشي في الطريق اللي انا كنت ماشيه انا فيه. عاوز اسالك سؤال، يعني هو حضرتك خلينا اللي هو بعد ما تركتي قراءة الفنجان والكلام ده، حسيتي براحة نفسية ولا لسه الدنيا متأزمة معاكي؟ لا طبعا. طبعا حسيت براحة نفسية جدا. بس الفكرة في اني، يعني هو انا بطلته باعجوبة عشان ابقى صريحة. حبست نفسي. انا كان الموضوع داخل معايا بادمان، وانا ما كنتش انا كنت حتى اللي حواليا استغربوا ازاي انا بقرا الفنجان. انا عمري ما كنت افهم حاجة زي كده ولا اعرف كده. بس كنت اشوف الفنجان الاقي نفسي الموضوع دخل معايا ادمان. بعرف ازاي الحاجات دي، ما اعرفش. يعني انا ما اعرفش، والناس اول مرة اقعد معاها ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي. مش مبسوطه. بحلم ببابا كتير بقى، انا بحلم بكتير جدا. يجي يقول لي قولي آية الكرسي، واقول آية الكرسي وراه. يجي لي هو مثلا في وسط اطفال وبيقول آية الكرسي اقول وراهم. فلقيت دي رسائل، بس ما فهمتهاش غير مؤخرا ان دي حاجه المفروض ان انا ابعد عنها. انا طبعا. عارفه ان هو حرام، بس ما عرفتش مدى حرمانيتها غير مؤخرا. طبعا حبست نفسي كتير عشان خاطر ابطل الموضوع دوت. والحمد لله بطلته، لدرجه ان انا دلوقتي يعني اي حد بيشرب القهوه، انا كنت بشربها بطلت اشربها. اما حدش يشرب قهوه قدامي لحد ما الحمد لله تعقدتي. تمام. طب بصي يا اسراء، انا هقول لك على حاجه. انت بتقولي انك ممرضه، صح؟ اه. يعني انت فاهمه ان الطب والعلم دي حاجه مهمه، صح كده؟ اكيد. انت بعد باباكي ما توفى وحصلت لك الصدمه العصبيه دي، كان لازم تروحي لدكتور نفسي علشان تعرفي تخرجي من المشكله والصدمه بتاعتك دي. ليه ما فكرتيش بقى تروحي؟ ما فكرتش اروح بصراحه. يعني ما جاش في دماغي ان انا اروح. انا قلت ده طبيعي، واللي حواليا يقولوا لي ده طبيعي انتي عشان خاطر هو كان متعلق بيكي. بعد موته كمان اكتشفت ان هو كان موصي عمي عليا قبل موته بيوم. قال له باسال على اسراء علشان خاطر هي تعبانه. وانا ما كنتش تعبانه، انا تعبت بعد ما توفى. يعني انا يعني قلت الناس اللي قبل ما بتموت دول بيحسوا ما اعرفش، بس انا تعبت بعد ما هو توفى.
المهم انا مريت بحاجات صعبه جدا لحد ما وقفت على رجلي، وانا اللي وقفت على رجلي. طبعا اهلي قالوا لي هنجيب لك حد مش عارفه ايه، طب حاولي صلي. مش قادره اصلي. جات لي احساس ان انا هموت، انا قربت اموت بس مش قادره اصلي، مش عارفه اصلي. الحمد لله كل ده انا يعني خلاص عديته وبقيت اصلي الحمد لله، ما بسيبش فرض. بس برضو يا إسراء انت محتاجة تروحي لحد نفسي، دعم يعني، بس دعم ايه ليكي كده، علشان انت يعني الموضوع اتطور معاكي جدا، يعني علشان تعرفي بس ايه تستمتعي بحياتك وتعرفي تربي ولادك دول، وحتى تبقي زوجة كويسة. يعني عندك شوية اضطراب كده او لخبطة، اسمه تشويش ولا ايه بالعربي، يعني تشوش في ايوه بس العقل انا شويه من الاحداث اللي انت ايه مريتي بيها لوحدك، وما كانش فيه دعم معاكي نفسي. تمام. بس انا بس سؤالي ان ايوه، هو سؤالك ايه بقى؟ سؤالي ان هو انا دلوقتي الحمد لله بقيت ملتزمه جدا. بس عمري يعني انا مش حاسه بالراحه، يعني انا بقى يعني ممكن يكون احلامي كتير ببابا هي اللي مخلياني عامله كده. بتاثر ساعات على اولادي، طبعا ساعات بتاثر على طبعا. بيتي. بس انا عاوز اسالك سؤال برضو، يعني ايه ملتزمه جدا؟ بص حضرتك يعني طبعا في الاول لا انا يعني الحمد لله ما بسيبش فرض. صيام كويس. بصوم. بزكي على قد ما بقدر. التزام يعني الصلاه والصوم والزكاه. يعني طبعا الفرائض، انت بتتكلمي في الفرائض صح؟ اه مش اكتر من كده يعني. يعني هي شايفه ان هي طالما سابت حاجه حرام كانت انا كنت بتعملها، الاول فانها ما اللي هي كنتش بعمل اي الفنجان دي. حاجه من دي خالص. فان انا حياتي تتغير كده او ان انا اغيرها لوحدي بدون مساعده اصل حد. بص يا اسماء، انا اخشى ما اخشاه ان هو قضيه اللي انا ملتزمه جدا دلوقتي، اللي انا بصلي عادي صلاه الخمس، فده طبيعي، ده فرض عليا. وبعدين ابدا ممكن اصلي مثلا في قيام ليل مثلا كتير، ساعتين ثلاثه اربعه اكتر من كده وان كان خير، بس سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فاوغل فيه برفق، يعني المساله تيجي واحده واحده، واحده ما واحده. تجيش مره واحده، عشان الانسان احيانا ممكن يلتزم مثلا في قيام ليل او في صيام النوافل، يقول انا بصوم يوم ويوم او اصوم اثنين وخميس دايما باستمرار، وهو ما كانش بيصوم قبل كده دايما، فيجي بعد كده تلاقي نفسه ايه، يبدا بيتراجع. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا ايه، الا غلبه، فسددوا وقاربوا. فده مهم جدا. لكن طبعا الالتزام بالفرائض ده مهم جدا، لكن ما بعد الفرائض اللي هو زي النوافل احنا محتاجين ان احنا ناخدها واحده واحده، لان خاصه لما الانسان ما يكونش متعود عليها، لما يبدا يدخل فيها بكل قوه بالطريقه دي ممكن ينقطع عنها ايه، ينقطع عنها بالكليه. وعشان كده وانا هرجع للجواب على السؤال، لما حد يجي يقول لي انا عمري ما كنت بصلي ابدا نهائي، فايه الواجب عليا دلوقتي؟ اقول له الواجب عليك دلوقتي اللي انت تصلي. فيقول لي طب واللي فات؟ اقول له صلي بس انت ايه، مده سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه، وبعد 5 سنوات اذا تمكنت الصلاه من قلبك وحسيت بالراحه تجيب بقى مع كل فرض فرض. طب ما عملهاش كده ليه؟ لان هو بيعمل ايه، بيصلي دلوقتي ويجيب فرض او فرضين، بعد اسبوع بقى يجيب فرض، بعد كده يقول خلينا في الايه، في اللي موجود عليا بس، او الفرض اللي هو عليا الان دلوقتي، بعد شويه ينقطع بالايه، بينقطع بالكليه. ده مهم جدا. الحاجه الثانيه اللي هو بعد وفاه الوالي كنت محتاجه فعلا دعم نفسي زي ما الاستاذه دعاء بتقول، لكن انا هتكلم في الشق الشرعي. شوفي انت كنت بتتكلمي في قراءه فنجان ومش عارف وكذا وكذا، ولا شك ان ده كله لا يجوز في شريعه الله تعالى، لكن احنا بنعمل ايه، نبدا نلتزم بقى، اللي هو المعصيه ببدل السيئه دي الى حسنه. عشان كده ربنا تبارك وتعالى بيقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم، شوفي تطمئن قلوبهم بذكر الله. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول الحديث في حديث ابن عباس، الشيطان جاثم، اعتقد ده كلام ابن عباس، الشيطان جاثم على قلب ابن، قاعد مركز معاه كده، بيبعده دايما عن الطاعه، حطه في هم، حطه في كآبه، حطه في كرب دايما، جاثم على قلب ابن ادم، فاذا غفل وسوس، فاذا ذكر الله ايه اللي يحصل، خنس. فانت دايما واظبي على الطاعه، وحاولي ابعدي نفسك، اشغلي نفسك باي حاجه تانية، اقرأي دايما في القرآن، فالقرآن فيه شفاء للناس كما قال الله رب العالمين، وتحتاج ايضا الى الدعم الايه، الى الدعم النفسي.